عدنان موسى، مدير مركز الهلال الأحمر بمخيم محمود لي. تم افتتاح المركز بتاريخ 15/9/2019 ببدايات تأسيس المخيم. تعداد المخيم 8650 شخص تقريبا، النازحين من أغلبية مناطق أرياف حمص، ريف حلب، ريف حماة، ريف تدمر. قدم المركز بخدمات رعاية صحية أولية. طبعا يتضمن المركز عيادة أطفال، عيادة نسائية، وعيادة داخلية، بالإضافة لذلك للأدوية اللي يتم توزيعها حسب توافرها، بالإضافة للقاح اللشمانيا واللقاح الروتيني للأطفال ما دون 5 سنوات، بالإضافة لسيارة إسعاف مع الطاقم الطبي لنقل الحالات الحرجة إلى المشافي بتواجد 24 ساعة ضمن المخيم.